هتوحشيني يا ماما. هعمل ايه من غيرك في الدنيا؟ مش مصدقة اني مش هسمع صوتك ولا هشوفك تاني. بعد وفاة أمي أختي الصغيرة باتت ليلة كاملة جنب جثمانها على السرير، واللي حصل بعدها واللي شافته كان مفاجأة وكان صدمة محدش ممكن يتخيلها. تعالوا بينا نعرف ايه اللي حصل، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. صاحب المشكلة بيحكي وبيقول: أنا ليا 3 إخوات بنات، 2 منهم كبار ومتجوزين وواحدة منهم أصغر مني، وكنت عايش مع أمي في البيت أنا وأختي الصغيرة. ومن زمان من صغري اتربيت في وسط بيئة أو أسرة غير مستقرة بالمرة. كان أبويا وأمي كانوا دايما على خلاف ومشاكل من زمان من وأنا صغير، لدرجة إن هي وصلت للانفصال. وأبويا بعد كده راح اتجوز واحدة تانية وسابنا خالص. وحتى لما كبرت وبقيت مثلا أحتاج منه حاجة وأروح عشان أطلب منه فلوس أو أي حاجة، يقعد يقول لي: انت خلاص كبرت، محتاج مني ايه؟ روح انزل اشتغل واصرف واعمل، انا خلاص عملت اللي عليا، وبعد كده انا ليا بيت تاني دلوقتي وليك اخوات صغيرين هم اللي محتاجين مسؤولية ورعاية مني مش انت. وطبعا الكلام بتاعه دوت زعلني جدا. وساعتها نزلت وقلت ان انا قررت ان انا لازم هشتغل واجيب انا فلوس، ورحت حكيت لامي الموضوع ده. امي طبعا ساعتها طبعا اتضايقت وقالت لي: انت مالكش حق تروح له، ابوك خلاص يا ابني، ابوك نسينا ورمى طوبتنا من زمان، فكر في نفسك وفكر في مستقبلك وفي اختك. وفعلا نزلت وخلاص ورحت اشتغلت. وفي يوم كده وانا ماشي في الشارع، كان البيت اللي جنبنا فيه شقة بتتأجر، وشفت الجيران الجداد كده، كان في وسطهم بنت كانت جميلة جدا بصراحة، لفتت انتباهي وعجبتني قوي. وبقيت في الرايحة وفي الجاية دايما اشوفها، وكانت دايما كل ما ابقى معدي الاقيها واقفة في البلكونة. فكرت بصراحة ان انا ارتبط بيها او اتجوزها، وفكرت ان انا لازم اتقرب منها الاول واحاول اطلب كده رقم تليفونها يمكن تدهوني. وفعلا في يوم جربت وقلت لها ان انا عايز رقم تليفونك، ولقيتها ادتهولي. وطبعا كلمتها في التليفون وقلت لها: انا طبعا مش زي الشباب او الشبان بتوع اليومين دول، انا مش بلعب بيكي ولا اي حاجة، انا داخل الموضوع جد، وعشان كده بس استسمحك ان احنا ممكن نتقابل مرة نفهم بعض بس، وتسمعيني واسمعك عشان اجي اتقدم رسمي. وطبعا وافقت وجت قابلتني. وهنا طبعا صرحت لها باعجابي ليها، ان انا من اول ما شفتها وانا معجب بيها. لقيتها هي كمان بتصرح لي ان هي كمان معجبه بيا من فتره، وكانت دايما بتبقى واقفه في البلكونه علشاني. طبعا ساعتها قلت لها ان انا عايزه اتجوزها. فقالت لي: طب معلش عايزه اسالك سؤال. قلت لها: اتفضلي. قالت لي: هو انا لما نتجوز هنسكن فين؟ فطبعا رديت وقلت لها: انا ليا شقه في البيت بتاع امي، الشقه اللي فوقيها، وانا ان شاء الله امي شايلالي ذهب وفلوس عشان خاطر اجهز بيها الشقه دي ونسكن فيها. لقيتها كده اتلجلجت كده وقالت لي: طب بص، هو معلش اصلا انا كنت عايشه انا واهلي في محافظه تانية خالص، ولسه جايين المحافظه دي، وانا بصراحه المحافظه دي انا مرتحتش فيها كده ومش عجباني، وبالاخص المنطقه اللي احنا ساكنين فيها دي مش عجباني خالص. فمعلش كده لو انت هتتقدم لي او انت عايز تتجوزني، انا ليا شرط ان احنا ناخد شقه بره المنطقه خالص. وطبعا انا ساعتها ساهمت كده وقلت لها: طب ازاي بس يعني؟ وفي حد يسيب شقه في بيته ويروح ياخد شقه بره؟ هو الفلوس اللي معايا يا دوبك ان احنا المفروض نجهز بيها الشقه او اوضبها. فطبعا كانت مصره على رايها لاخر لحظه. وقلت برضو ما علينا، انا هروح واتكلم مع امي. ورحت اتكلمت مع امي وفتحتها في الموضوع، وقلت لها: يا امي انا قررت ان انا اتجوز. قالت لي: ده يوم الهنا يا ابني، طبعا ده اليوم اللي انا بتمناه. وطبعا سألتني عنها، فقلت لها ان هي مش غريبة عن المنطقة، هي هم الجيران الجداد اللي جم في البيت اللي جنبنا. فطبعا قالت لي: طب بس يا ابني دول جيران جداد، وبتقول منقولين من محافظة لمحافظة، فاحنا ما نعرفش عنهم حاجة، هنعرف عنهم حاجة ازاي ونعرف اصلهم وفصلهم؟ حد عالم يا ابني هم جايين من ايه ولا هربانين من ايه ولا ايه اللي حصل؟ طبعا انا كان الحب عاميني ومش عايز اي حاجة الا هي. قلت لها: طبعا انا ما يهمنيش اي حاجة، المهم ان انا عايزة اتجوزها. ولكن هي كان عندها شرط، ان هي مش عايزة تسكن في المنطقة هنا خالص، وشرطت عليا ان انا اخد لها شقة بره ونعيش فيها. امي طبعا ساعتها استغربت وقالت كده: من اولها كده؟ هي من اولها بتتشرط؟ يعني انت يا ابني عايز تسيبني وتسيب حضن امك وتسيبني انا واختك الصغيرة لوحدنا وتروح تعيش بره وتسمع كلامها؟ طبعا انا رديت عليها برضو نفس الرد وقلت لها: انا يا امي المفروض انك تفرحي لي واقعد في المكان اللي يريحني، وهي شرط الشرط ده، وانا بصراحة انا مش هسيبها ومش عايز غيرها. قلت له: طب قالت له: طب يا ابني انا هشوف لك واحدة تانية تكون احلى منها كمان. قال: لا انا مش عايز غير دي.
وفضل مصر على رأيه. وطبعا امي ساعتها كانت معترضة وقالت لا انا مش عايزة البنت دي، انت البنت دي اصلا شيلتني منها ومستريحتش كده ليها ولا لأهلها، وخصوصا بعد الشرط اللي قالته ده. ايش ضمنك ايه عاملين ايه دول وهربانين منه. وطبعا ماما رفضت خالص، ولما قلت لها انا هاخد الفلوس والذهب اللي انتي سايبهم لي واشوف شقه بره واجهزها، قالت لي ابدا ما يحصلش ابدا، الفلوس دي انا كنت شايلها لك عشان تجهز بيها الشقه اللي فوق، هتجهز اللي فوق كان بها، مش هتجهز وهتاخد شقه بره. انت بقى اشتغل واعمل انت وكون للشقه اللي بره، الذهب والفلوس دول هيتقسموا بينك وبين اخواتك. وطبعا ساعتها اتخانقت معاها او زعلنا مع بعض وشدنا من بعض، وكان من اثر الخناقه اللي حصلت بيني وبينها ان هي وقعت وطبت ساكته، وقعت وتوفت. وطبعا انا كنت حزين جدا ان امي ماتت وهي مش راضيه عني، او ماتت وهي زعلانه مني، وما كنتش عارف اعمل ايه. ولكن طبعا جبنا الست اللي بتغسل وبتكفن، وكان الكلام دوت بالليل، فطبعا سبناها على السرير بتاعها في اوضه النوم لحد لما يجي تاني يوم الظهر عشان نصلي عليها صلاه الظهر. هنا اختي الصغيره كانت طبعا مش مستوعبه وعماله تعيط جدا، مش مصدقه ان امها توفت، وكانت مصره ان هي تروح تنام جنبها على السرير. انا طبعا اتخانقت معاها انا واخواتها وقلنا لها لا ما ينفعش، تعالي نامي في اوضتك، ما ينفعش يا حبيبتي تنامي جنب امك دلوقتي، امك بين ايدين ربنا خلاص راحت عند اللي خلقها. ولكن اختي كانت مصره، بس في الاخر خليناها تخش تنام في الاوضه. ولما صحيت الصبح بدور على اختي ما لقيتهاش، وقعدت ادور عليها لقيتها فعلا نفذت اللي في دماغها وراحت نامت جنب امي طول الليل، وكانت نايمه في حضنها على السرير. واول لما بلف كده في الصاله ببص على الترابيزه اللي احنا كنا بنفطر عليها، لقيت فيه فطار محطوط واكل لسه سخن. انا طبعا استغربت، واول لما بسال بقول مين اللي عمل الفطار ده، اخواتي البنات ما عملوش حاجه. لقيت اختي الصغيره طالعه من الاوضه وبتقولي ماما اللي عملت لنا الاكل ده وقفت وتعبت عشان تعمله عشان ناكل، يلا كله عشان خاطر ما تزعلش. طبعا انا بصيت لها باستغراب وقلت لها ماما ايه اللي عملت الاكل؟ هو انت في ايه يا بنتي؟ هو انت ايه اللي حصل؟ طبعا انا قلت الصدمه اثرت على دماغها، ولكن كانت مصره على الكلام ومصره ان احنا ناكل علشان خاطر ماما هتزعل. وقلت لها يا ستي ما تزعل، هي هتتعبني وهي عايشه وهتتعبني وهي ميته. واول لما قلت الكلمه دي سمعت صوت خلاط في المطبخ بيشتغل لوحده وصوت خبط ورزع. طبعا ساعتها انا ما صدقتش نفسي ومعرفش، اترعبت كده وجسمي اتلبش، ولقيت نفسي دخلت على اوضتي ودخلت نمت. ما قدرتش استوعب الموقف ولا اي حاجه. ولما نمت حلمت بامي، لقيتها جات لي في المنام وبتقولي اوعى تعمل اللي انت بتقول عليه ده، ما تبقاش مصر على موقفك، سيب البنت دي يا كده يا اما الدهب انا هاخده وهيدفن جنبي في المدفن. وطبعا ساعتها انا اصلا كنت قبلها ساعه الخناقه انا كنت دخلت اوضتها وخدت الدهب وشلته في سحاره عندي في الاوضه، وما كانتش هي عارفه. ولما عرفت كان ده سبب الخناقه، ان انا مديت ايدي عشان خاطر اتجوز البنت اللي انا بحبها. وطبعا امي لما ظهرت لي وقالت لي الموضوع ده دخلت على طول على الاوضه وبفتح السحاره اللي انا شايل فيها الذهب والفلوس، ما لقيتش اي حاجه. وده كان الاستغراب بالنسبه لي، راحت فين وازاي وخدتها ازاي ويعني ايه اختي الصغيره برضو بتقول امي حضرت الفطار وامي عملت، انا مش فاهم في ايه، هو انا في حلم ولا في علم؟ وبعد ما امي ما اتدفنت لقيتها برضو جات لي في الحلم تاني وكررتني نفس الكلام، اوعى تتجوزها، والبرضو الذهب انا هاخده وهخليه يتدفن معايا. طبعا انا فكرت ساعتها انها ممكن تكون عملت حاجه زي كده، ورحت للتربي واديته فلوس وخليته يفتح لي القبر بتاعها. واول لما دخلت لقيت حاجه بتلمع كده، ولسه بمد ايدي وزي ما يكون ايد عامله زي المرزبه على ايدي ماسكه ضغط عليها قوي، لدرجه ان انا اتفزعت ووقعت من طولي. ولما خرجوني فضلت اسبوع في البيت محموم وعندي حمى وسخونيه ومش مستوعب اللي حصل. وبعد كده امي ظهرت لي في المنام وانا كنت في الحمى، وظهرت لي وقالت لي خلاص يا ابني الذهب انا رجعته مكانه، رجعته لك، بس بالله عليك قسم قسمة العدل بينك وبين اخواتك، والقرار اللي انا قلت لك عليه يا ريت تلغيه بتاع جوازك من البنت دي. وطبعا انا نفذت وصيتها وقسمت الذهب والفلوس بيني وبين اخواتي البنات بالعدل. وطبعا ساعتها كنت قابلت البنت اللي انا معجب بيها على اساس ان انا هقول لها ان خلاص مش هينفع نتجوز، ولكن لقيت نفسي برضو مش قادر، القرار ده بالذات انا مش قادر انفذه. انا لقيت نفسي ان انا عايز اتجوزها ومتمسك بيها،
ولما قابلتها لقيتها بتقولي خلاص بقولك ايه، انا مستعدة ان انا عادي اعيش في المنطقة في الشقة بتاعتك. طبعا ساعتها تنحت كده وقلت لها دلوقتي جاية تقولي دلوقتي الكلام ده بعد ما امي ماتت وهي غضبانة عليا؟ يا ريتك كنت قلتي كده من الاول وما كانش حصل اللي حصل. وطبعا اتجوزنا في خلال كام شهر، وطبعا كنا في الاول كنا كويسين عادي مع بعض مفيش اي مشكله، لحد بعد تاني اسبوع على طول وابتدت تجيلي رسائل على موبايلي من حاجات مجهوله الهويه، اكونتات فيك وناس بتبعتلي خد بالك من مراتك، ما تسيبش مراتك لوحدها، شوف مراتك بتعمل كذا. وبقى يجيلي رسائل ان مراتي بتعرف رجاله او ان هي ماشيه مع رجاله، لحد ما قررت في يوم ان انا ما اروحش الشغل وراقبها. ولما راقبتها فعلا اكتشفت ان انا اول لما بنزل الشغل بتجيب واحد عندها في البيت. طبعا ما كنتش مصدق نفسي وما كنتش مصدق ان انا مراتي خاينة. ولما رحت سألت بقى على اهلها وسألت على المحافظة اللي كانوا فيها، ورحت هناك المحافظة اللي كانوا فيها عشان اعرف سبب ان هم يمشوا من المحافظة ايه، عرفت ان هم مشوا من هناك بسبب فضيحة كبيرة، بسبب بنتهم، ان بنتهم كانت ماشية مع شباب المحافظة كلهم يعني تقريبا، وواحد يعتبر من الاعيان هو اللي قرر ان هم يطردوا من البلد ومشوا بفضيحة كبيرة وبكلام قد كده على اخلاق وسمعة البنت دي. واتاري في الاخر اكتشفت ان امي كان كلامها صح، وان نظرتها فيها كانت صح، وانا اللي كنت غلط وانا اللي اتسرعت، والحب هو اللي عماني. وعشان كده حابين نقول لكل واحد وكل واحدة، اي حد بيتقدم له حد دايما اهلك بيبقى عندهم بعد نظر وعندهم كده وجهة نظر وشايفين حاجة انتوا مش شايفينها، بحكم الخبرة وبحكم السنين وبحكم العمر وبحكم كل حاجة بيبقى عندهم كده نظرة انت ممكن تكون مش شايفها دلوقتي، وبيبقى الحب هو اللي عميك. لكن لما بتنفذ اللي في دماغك وبتعاشر وبتكتشف بعد كده ان في الاخر اهلك كانوا صح، فاهلك لا تهلك. دايما اسمعوا نصيحة اهلكم ودايما اسمعوا كلامهم في اللي هم شايفينه عشان ما تندموش بعد كده. اهو ده ما سمعش كلام امه، في الاخر امه ماتت غضبانه عليه عشان خاطر واحده ما تستاهلش. وطبعا دي كانت قصه النهارده وحكايه النهارده. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه، وتستنوني كل يوم في حلقه جديده، حكايه جديده او مشكله جديده من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.